لو عندك إحباط واكتئاب من الظروف السيئة اللي كلنا عايشينها ومش عارف تعمل إيه ومش عارف تتصرف إزاي، اتفضل تعال أما أقولك. مبدئيا لازم تعرف إن أنت مش لوحدك، الناس كلها دلوقتي عايشة في نفس الحالة الكئيبة دي. ولو مش مصدقني انزل اسأل أي حد في الشارع، ولا أقولك بلاش تسأل، كفاية إن أنت تبص في وشوش الناس وأنت هتشوف في عينيها الكآبة والحزن والقرف والهم، وإنهم مش عارفين بكرة مخبلهم إيه. أول حاجة لازم تعملها دلوقتي ان انت لازم تدور على سلامك وصحتك النفسية، عشان لو سبت نفسك للإحباط صدقني هتدخل في دوامة بنت لذينة مش هتعرف تخرج منها، خصوصا ان كل الأجواء المحيطة بينا دلوقتي بتخليك تدخل اكتر في اكتئاب وكآبة وحزن. والحالة دي لو دخلت فيها صعب جدا ان انت تطلع منها في ظل كل الظروف المحيطة بينا دلوقتي. طبعا انا نفسي اقول لك ابعد عن ما يؤذيك والكلام ده، بس انا المشكلة ان انا عارف ان انت لو بعدت عن ما يؤذيك مش هيسيبك في حالك، ما يؤذيك داخلك في كل حتة، ما يؤذيك في السوبر ماركت، ما يؤذيك في البيت، ما يؤذيك في الجواز، ما يؤذيك في العيال، ما يؤذيك في الشغل، ما يؤذيك وراك في كل حتة، مش هيسيبك في حتة. فمش هقدر اقول لك ابعد عن ما يؤذيك، بس حاول انك تتجنبه، ابعد عنه شوية صغيرة ولو ساعة ولا ساعتين في اليوم، بحيث ان انت تقدر يبقى عندك شوية سلام وراحة نفسية. يعني ممكن تشوف اي حاجة انت بتحبها تعملها، اتفرج على فيلم، اتفرج على مسلسل، اسمع مزيكا، اقرا قرآن، ادخل صلي، انزل اخرج غير جو شوية مع اصحابك، ولا خد مراتك وانزل اتمشى بيها في الشارع شوية. اي حاجة غير ان انت تفضل تفكر طول اليوم هعمل ايه بكرة وهجيب فلوس ازاي وهتصرف ازاي في الجو المنيل بنيلة اللي احنا عايشين فيه ده، او انك تهرب من كل حاجة وتدخل تحت البطانية وتنام. انت عارف ايه اكتر حاجة ممكن تعملها وتخرجك وتفصلك بره المود المنيل ده؟ العب رياضة، انزل الجيم، اتفق مع اصحابك ولموا بعض وانزلوا احجزوا ملعب كرة خماسي وانزلوا العبوا. لو ما عندكش جيم او اشتراك الجيم غالي عليك، او ما عندكش اصحاب كتير، او مش عارف تلم بعض، انزل اجري في الشارع. ركبك وجعاك يا عم وعجزت ومش قادر تجري، امشي. المهم ان انت تلعب رياضة، لان الرياضة اكتر حاجة ممكن تخليك تخرج الطاقة السلبية اللي جواك، عشان تعرف تفكر وتتصرف وتعرف هتعمل ايه في الواقعة المهببة اللي كلنا واقعين فيها دلوقتي دي. ده كده على مستوى السلام النفسي. بس هعمل ايه تاني؟ انا كده محلتش مشكلتي. انت كده محلتش مشكلتك، لكن انت ابتديت ان انت تفكر في حل للمشكلة بطريقة معقولة شوية، ان انت خرجت نفسك بره جو الاحباط والسلبية اللي انت عايش فيه، عشان تقدر تبص للامور بواقعية اكتر شوية. اهم حاجة في المرحلة دي ان انت لازم تفكر تزود دخلك او تعدد من مصادر دخلك، لان خلي بالك ان الفترة دي الناس كلها مهددة في اشغالها. انت ممكن في اي وقت تلاقي مصدر دخلك الاساسي اتقطع، الشركة اللي انت شغال فيها فلست، سرحوا العمالة، في موجة تخفيض عمالة منتشرة جامد جدا سواء في مصر او بره مصر على فكرة. يعني انت ممكن في يوم وليلة تلاقي شغلك اللي هو مصدر دخلك الاساسي بيقولك شكرا مع السلامة، او قفلنا خلاص هتعمل ايه؟ وكلنا عندنا التزامات ويدوبك الدنيا ماشية بالزق وماشية بالعافية وعلى الحركرك. ومعظم الناس لو فقدت مصدر دخلها الاساسي هيتخرب بيتها، لان كلنا عندنا التزامات واقساط ومصاريف مدارس ودروس واكل وشرب ومصاريف كتيرة ملهاش اول ولا اخر. وعلى فكرة ده على كل المستويات الاجتماعية والمادية. ما تفتكرش ان اللي مستريح شوية هيقدر يصمد كتير، لا، في ناس ممكن تصمد شهر 2 3 سنة بالكتير، وفي ناس لو اتقطع رزقها هي ماشية يوم بيوم او شهر بشهر بالكتير، الناس دي هتخرب بيتها. فلازم تفكر من دلوقتي وانت عندك شوية دخل ان انت تعدد مصادر دخلك او ان انت تزود دخلك شوية. طب اعملها ازاي؟ بص، هو في طرق كتيرة جدا، بس انا مش هضحك عليك واقول لك الدنيا وردي ومفروشة ورد وهتعمل اي حاجة تجيب منها بكرة 100,000 جنيه. لا، الموضوع صعب ومحتاج اجتهاد وتعب. الفلوس مش بتيجي بالساهل، على الاقل بالنسبة ل 90% من الناس. لازم تتعب الاول وتجتهد، وبعد كده ربنا يكرمك ويوفقك ويجازيك على قد اجتهادك وتعبك. بس انت برضو كده ما جاوبتش على السؤال، ممكن ازود دخلي ازاي؟ بص يا سيدي، انت لو عندك مهارة معينة او في حاجة معينة انت بتعرف تعملها بحكم شغلك او بحكم خبراتك او بحكم هواياتك، تقدر ان انت تدخل منها دخل اضافي. ازاي؟ انك تعرض خدماتك دي على اي منصة من منصات العمل الحر، وهم موجودين كتير دلوقتي. عندك مستقل وعندك خمسات وعندك اب وورك، في حاجات كتيرة جدا تقدر ان انت تشتغل فيها فريلانس سواء جوه مصر او بره مصر. يعني مثلا لو انت بتعرف فوتوشوب، ادوبي بريمير،
افتر افكت، اوتوكاد، 3 دي ماكس. بص، اي حاجة من الحاجات اللي بتخدم على السوشيال ميديا مطلوبة جدا دلوقتي. ممكن تكون بتعرف تعمل ديجيتال ماركتنج مثلا، ترجمة، داتا انتري، اكسل، خدمات قانونية، خدمات مالية. كل المجالات مفتوحة قصاد العمل الحر. انت تقدر تشتغل فريلانس في اي حاجة انت بتعرف تعملها. يعني لو انت اصلا بتشتغل محاسب، قدم خدمات مالية. لو محامي، قدم خدمات قانونية. بنسبة كبيرة جدا لو دورت كويس على مجالات العمل في منصات العمل الحر دي، هتلاقي حاجة بتناسب المجال اللي انت اصلا شغال فيه، سواء كنت مهندس، محامي، محاسب، دكتور، اي حاجة. طب لو مش لاقي اي حاجة من المجالات دي بتعرف تعملها، تعمل ايه؟ اتعلم. ده الوقت المناسب انك تتعلم، وإتس نيفر تو ليت. حتى لو كنت كبير صغير، العلام ما بيوقفش في اي وقت. تقدر تتعلم لحد ما تموت. والنهاردة احسن من بكرة، وبكرة احسن من بعد. كل ما تبتدي مسيرة التعلم من بدري، كل ما هتقدر ان انت توظف اللي انت اتعلمته ده في ان هو يكون مصدر دخل اضافي ليك. وبالمناسبة دي بفكر ان انا اقدم فيديوهات اعلم فيها الناس اي حاجة انا بعرف اعملها، حتى لو ما كنتش بعملها كويس قوي، بس على الاقل يبقى بداية ببلاش. اتفرج على فيديو بيقول اي حاجة، فوتوشوب، افتر افكت، اوتوكاد، سوشيال ميديا، اي حاجة. حاجات كتيرة انا بعرف اعملها، ممكن اكون مش متميز فيها قوي، لكن اقدر ان انا احطك على اول الطريق. خلينا نساعد بعض. ده وقت ان انت تقدم اي حاجة تساعد بيها اي حد لو تقدر. فانا بفكر جديا اعمل الموضوع ده. لو انتوا شايفين ان دي فكرة كويسة والناس هتقدر ان هي تستفيد منها، يا ريت تشاركوني بتعليقاتكم تحت، ويا ريت برضو تشتركوا في القناة. بس انا عايز اسألكم برضو سؤال، يا ترى الفيديوهات دي اعملها على نفس القناة ولا اعمل قناة تانية اقدم فيها الفيديوهات دي؟ هتبقى في مجال زي الفوتوشوب، الادوبي بريمير، السوشيال ميديا، الاوتوكاد، الاكسل. وممكن اسمي الموضوع ده مبادرة علم نفسك وعلم غيرك. ايه رأيكم في الاسم ده؟ لو عجبكم قولوا لي برضو في الكومنتات تحت. طب في افكار ايه تاني ممكن ان احنا نزود بيها دخلنا؟ اعمل قناة على اليوتيوب، ممكن تقدر توصل ان انت تحقق منها ارباح لو الدنيا مشيت، وده هيبقى مصدر رزق كويس جدا ليك. بس تقدم ايه على اليوتيوب؟ قدم اي حاجة ليها قيمة، قدم اي محتوى ليه قيمة، تبقى انت بتضيف حاجة للمحتوى اللي موجود عشان تقدر ان انت تنجح. وعلى فكرة الكلام اللي انا بقوله لزيادة الدخل ده مش موجه للرجالة بس، لا، رجالة وستات، ولاد وبنات، في كل الأعمار، من أول ما أنت عمرك 16 سنة مثلا ولا حاجة لحد لما يكون عمرك 60 سنة. عندك المجال مفتوح إن أنت تقدر تزود دخلك وتحاول إن أنت تساعد نفسك وتساعد الناس اللي مسؤولين من وراك، سواء كنت راجل أو كنت ست. نرجع تاني لقصة القنوات بتاعة اليوتيوب. أي حاجة أنت مهتم بيها تقدر إن أنت تعمل عنها قناة. يعني مثلا لو ست بيت وقاعدة في البيت وبتاعه وبتطبخ حلو وأكل جميل، ممكن تعمل قناة على الطبخ. ممكن تعمل قناة عن تربية الولاد، المشاكل اللي بتقابلها في تربية ولادها. لو انت واحدة مهتمة بالفاشن والموضة، اعملي قناة اتكلمي فيها عن الفاشن والفساتين وأحدث الصيحات. اتكلمي على الميك اب، ايه أحدث خطوط الميك اب وبيتجاب من فين وازاي نجيبه بسعر قليل. مواضيع كتيرة جدا تقدري ان انت تتكلمي عنها. طبعا انا مش بقتصر المجال بتاع البنات على الطبخ والسوشيال ميديا والفاشن والحاجات دي بس، لا طبعا. ممكن تقدمي كورسات اكسل، ممكن تعملي فيديوهات بتتكلمي على الفوتوشوب والادوبي بريمير. في بنات كتيرة جدا شاطرة جدا في الديجيتال ماركتنج وفي الافتر افكتس وفي ال 3 دي ماكس. مجالات كتيرة جدا. احنا كده قلنا برضو مجالات التعليم، ممكن تقدم فيديوهات عن التعليم، علم غيرك. زي ما انا بقول تقدم فيديوهات عن الرياضة، الكورة، اي حاجة انت عندك باشن وشغف فيها تقدر ان انت تقدمها. المهم ان المحتوى اللي انت بتقدمه يضيف قيمة للبني ادم اللي هيتفرج على الفيديو بتاعك. وممكن برضو وانت بتحاول تدور على المجال المناسب ان انت تدخل بيه قصة السوشيال ميديا واليوتيوب والكلام ده، فكر دايما على حد عنده مشكلة وحاول ان انت تحلها له. في ناس كتيرة ممكن تقول لك يا عم انا ما اعرفش حاجة وانا بتاع. طب انا اضرب لك مثلا، واحد بيشتغل دليفري. طيب ايه المشكلة ان هو ممكن يعمل شانل بتتكلم عن المشاكل اللي بتواجه الجماعة بتوع الدليفري؟ يعني مثلا هو محتاج موتوسيكل، مكنة، ايه ارخص انواع المكنة؟
اللي ممكن يشتريه؟ طب افضل نوع ما بيحتاجش صيانة كتير؟ طب بيصين فين وبكام؟ بيقف عليه قد ايه؟ طيب يقدر يحسب التكلفة بتاعة التوصيل بتاعته ازاي؟ مجالات كتيرة جدا ممكن ان هو يتكلم فيها. وخد من المثال ده اي حد بيعمل اي حاجة يقدر يتكلم عنها. لو انت بتشتغل سباك، لو انت بتشتغل نجار، لو انت بتشتغل فني ألوميتال، لو انت بتعمل اي حاجة، في حد عايز يدخل المجال ده ومش عارف وعايز المعلومة، انت تقدر تديله المعلومة دي. في الاخر ملخص الكلام ده كله ان احنا عايشين في فترة صعبة جدا دلوقتي. خلينا نحاول نساعد بعض ونتكافل. وحاجة تانية مهمة جدا انا محتاج ان انا اقولها، لو انت بتساعد حد ما تقطعش المساعدة دي، ساعده، خلي ربنا يساعدك. اللي انت بتساعده قبل كده انت بتساعده عشان محتاج، هو دلوقتي بقى اكتر احتياج. بالعكس انت لو في مقدرتك ان انت تساعد اكتر، ساعد اكتر. لو ربنا موسعها عليك وسع على الناس عشان ربنا يوسع عليك اكتر. وخلينا تبقى دي دعوة ان احنا نتكافل ونساعد بعض عشان ربنا يفتحها علينا كلنا. واشوفكم على خير الفيديو جاي ان شاء الله. سلام.